وندخل بعد كده بقى على الفيليه بعد ما فك. شكله حلو جميل بسم الله ما شاء الله. زي ما قلنا هنعمله بطريقتين، بالفيجيتار وبالدقيق العادي. هجهز بيضه واضربها مع فلفل اسمر وملح وشويه كمون. هنفش البيضه بتاعتنا كده بسم الله، نقول بسم الله كده ونقلبها كده في بعضيها. بعتذر ان كان منظر غير مريح للانظار. صلوا على النبي. هو مش انتوا بتعملوه كده ولا بتعملوه ازاي؟ A few moments later. تمام كده بسم الله. نشفها كده الاول بالمناديل. مش عارف اللي بعمله ده صح ولا غلط. نحط اول واحده بقى في الدقيق كده بسم الله، نخلطها كده بالدقيق كويس اللي هنا كده بسم الله. نحاول برضو نصفيها من الميه هنا كده. والله انا صعبان عليا لما بشيل الميه بيطلع من التتبيله بتاعتها. فصعبان عليا التتبيله اللي بتطلع بصراحه. بسم الله نحطها كده بالدقيق حلو خالص. تمام كده بسم الله. نحطها بقى كده على البيض نقلبها كده بسم الله. لو انتوا بتعملوا ايه في البيض بعد ما بتحطوا فيه الفراخ او السمك لما تيجوا تعملوه بالشكل ده؟ عشان انا بصراحه بستحرم ارميه. بسم الله. نحاول بقى نغطيه كده بالفيجيتار من كل اتجاه بسم الله. 2000 years later. وسخنت الزيت زي ما هي قالت لي، يعني حاجه وسط كده. نقول بسم الله ونقول بسم الله. نحط الثانيه ايه جنبها ونسيبهم على نار وسط لغايه ما يسيبوا براحتهم، ونقلبهم تقلبتين ونيجي نجربهم مع بعض. وطبعا سمك يبقى لازم يكون معاه رز وبطاطس. ده اللي هو بالفيجيتار المفروض يطلع مقرمش، بس ما طلعش معايا مقرمش مش عارف ليه. وده اللي هو بالدقيق العادي. ندوق الاول كده السمك لوحده. صل على محمد، 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 صل على محمد.